السلام عليكم، مرحبا بكم مطبخ فاطمه زهراء ام عيار. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه ان شاء الله وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا لاغوسيت جديده. وصفتنا اليوم غتكون عباره عن الدجاج تبيله اللي هي مزيونه بزاف بزاف. الدجاج ديالنا كيجي بنين بزاف ومقرمش في نفس الوقت. عرفوا على طريقه التحضير والمقادير. هنا كنحتاجوا الدجاجه كامله. هنا بعد ما قطعت على هذا الشكل قطع صغار. هنا عندي الاعشاب اللي غادي نسم بهم الدجاج ديالي اللي هما ضروريين في هذه الوصفه وهما اللي كيعطيونا واحد البنه للدجاج ديالنا. فهنا كنحتاجوا واحد طنجره او كسرونه كنوضعوا فيها الدجاج. بالنسبه للدجاج ضروري كتغسلوه مزيان مزيان بالملح والحامض بشكل جيد عاد باش كنستعملوا الدجاج ديالنا. فهنا من بعد ما وضعت هذاك الدجاج في الكسرونه هنايا كنضيف عليه هذوك الاعشاب والملح. هنا عندي ورقه الغار او ورقه سيدنا موسى، وعندي قليل من الازر قلة وبسيبيسه اللي هما ضروريين في هذه الوصفه يطيبوا مع الدجاج باش كينسم لنا داك الدجاج كيجي مسم وكيجي بنين بزاف بزاف. فصافي هنا غادي نوضع له الماء وضروري غادي نغطيوه بالماء. هنا غادي نضيف له واحد 2 كؤوس ديال الماء كبارين صافي وغادي نديه فوق النار صافي وغادي نخلي الدجاج ديالي يطيب. من بعد ما يطيب هنا من بعد ما يطيب الدجاج ديالي غادي نرجع نكمل معكم لا غوسيت. وهنا غادي نصايب الخلطه اللي غادي نقلي بها الدجاج ديالي. كنحتاج كاس ديال علبه من الدقيق، ملعقه صغيره من الثوم بودره، القليل من الفلفل الاسود، ملعقه من الخردل، القليل من الملح كيبقى على حسب الذوق مع الفلفل الاسود. وما ننساوش الثوم بودره كتكون مجففه. نخلطوا هذا الخليط بشكل جيد. كندوز للقالي بعد ما كيسخن الزيت بشكل جيد ما كنوضعوا الدجاج في الخليط نبداو نقليو في الدجاج ديالنا. ندوز غادي نحضر المايونيز، ديت قطع ديال الجبن، عليهم ياغورت طبيعي مسوس، فاص ديال الثوم. ما قلت لكم فاص ديال الثوم اللي هو ضروري في هذا المايونيز، والقليل من الفلفل الاسود، ملعقه صغيره اللي ضفتها ديال الخردل. وكنخلط بشكل جيد بواحد الميكسو. صافي مايونيز ديالي واجده كيف ما كتشوفوا معايا. الدجاج من بعد ما قليته كتشوفوا معايا كيجي محمر وكيجي مقرمش كيجي بنين بزاف بزاف. زينته بالقليل من السمسم. الدجاج ديالي كيجي على هذا الشكل كيجي من اروع ما يكون، لذيذ بزاف بزاف. انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، بالاخص مع هاد المايونيز بنين بزاف بزاف. الا حضرتوه ضروري تحضروا مع هاد المايونيز لان يتوات معها وكتجي اكله اللي هي مزيونه بزاف بزاف. كيف العاده ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي فضلا وليس امرا. هنا سالت وصفتنا. ما تنساش تبلطاج مع الاهل والاحباب والاصدقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.